السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هتكون وصفتنا وصفة سهلة كمان ما بتاخدش وقت خالص، مكوناتها بسيطة جدا. هنعمل النهاردة طريقة المكرونة، طريقة اختراع جميلة جدا بجد، خفيفة قوي وهتعجبكم قوي وهتعتمدوا الطريقة دي. وصفة المكرونة دي هتكون بالجمبري ومن غير طماطم بقى ولا وايت صوص، هتطلع تحفة جدا. يلا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الطريقة. معايا هنا فلفل الوان وواحدة كمان فلفل سبايسي، معايا بصلاية وحوالي 4-5 فصوص توم، وهنفرم كل الكلام ده، هنقطعه مكعبات صغيرة جدا. بعد كده بقى هنجيب المكرونة، هنسلق المكرونة، هنحط معلقة ملح، وبعد كده هنحط كيس مكرونة نسيبه يتسلق، ومن وقت للتاني هقلبها وهطلعها يعني حوالي نص سلقة بس، يعني مش هسلقها سوا كامل. وانا بسلقها هاخد كمية من مية السلق دي عشان هستخدمها في الوصفة، هقول لكم ليه دلوقتي. دلوقتي هنجيب ووك وهنحط شوية زيت حوالي 2-3 وهنحط كمان مكعب زبدة على حسب بقى كمية الجمبري اللي هي موجودة عندك او اللي انت عايزة تستعمليها في الوصفة. نص كيلو جمبري او كيلو جمبري، انا هنا مستخدمة الحجم الصغير، بحطه جزء جزء علشان ما ينزلش السوائل اللي فيه، علشان حباه ياخد صدمة ويقفل على السوائل اللي موجودة فيه. حطيت بقى رشة فلفل اسود وبابريكا، رشة ملح خفيفة جدا، وهقلب الجمبري من على الجنبين، بس مش هقلبه غير ما ياخد لون، وبعد كده اقلبه على الجنب التاني، وما تسيبوهوش كتير على النار. اول ما يديك اللون الاورنج شيليه على طول، علشان زي ما قلنا قبل كده ان البحريات ما بيستحبش فيها انها تاخد سوا كتير، علشان بتشضد معاكي او بتبقى جامده، بتبقى مش حلوه في الاكل خالص، وما بتبقاش طريه ولا جوسي. دلوقتي بقى في نفس الماده الدهنيه، لسه عندي متبقي ماده دهنيه كتيره، هنحط البصله المفرومه وهنحط كمان الثوم المفروم عليها، وهنشوحهم تشويحه خفيفه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. يعني مش هخلي البصله تاخد لون ولا هخليها تدبل قوي. هي الوقت اخدت اللون من كمية الصوص اللي مكان ما حمرنا الجمبري. بعد كده هبدأ انزل بالفلفل الالوان، وكمان الفلفلايه السبايسي. هشوح بقى كل الكلام ده كده دقيقتين بس، او اقل من دقيقتين كمان، لان انا مش عايزه الخضار ده يدبل خالص، اللي هو الفلفل الالوان مش عايزاه يدبل، عايزاه يكون فيه كده قرشه بسيطه، بيدي طعم حلو جدا اكتر من انه يكون مستوي، يعني بيديك الطعم كده زي المشوي. دلوقتي البهارات بتاعتي كمون وفلفل اسود وملح وبابريكا وكزبره، كمان معايا معلقه صغيره مليانه من بهار السمك، بيدي طعم حلو جدا. دلوقتي حطيت كمان توم باودر، رشه كده خفيفه حوالي نص معلقه صغيره، وهقلب بقى البهارات دي مع الخضار. بعد كده هنزل بمكعب زبده، عشان لقيت الماده الدهنيه قلت معايا فحطيت مكعب الزبده ده، ما عندكيش تقدري تحطي زيت. دلوقتي بقى هرجع انزل بالجمبري تاني، ولو في صوص هنزل كمان بكميه الصوص اللي موجوده فيه، وهقلب بقى الخضار كده مع الجمبري. كل الحاجات دي كل ما انزل مكون يعني هقلبه كده دقيقتين بالكتير قوي، مش اكتر من كده. ومن جمال الطبق ده تحس ان فيه كل حاجه كده فريش، الخضار والجمبري. بعد ما شوحنا بقى كل الحاجات دي مع بعض، هنزل بمعلقتين خل كبار، ومعاهم كمان حوالي كوبايه الا ربع من ميه سلق المكرونه اللي احنا شلناها واحنا بنسلق المكرونه، او حوالي كوبايه على حسب الكميه اللي معاكي. هقلبه بقى وهسيبه ياخد غلوه كده بسيطه، غلوه بس، لان اوريدي كل حاجه عندي مستويه. وهشيل بقى الوك بتاع الجمبري، وهجيب حله دلوقتي علشان تكون اوسع، وهحط فيها المكرونه اللي مسلوقه نص سلقه، وهحط على المكرونه الجمبري بالصوص بالخضار اللي عليه كله، وهقلب بقى كل الحاجات دي مع بعض على النار لغايه المكرونه ما تفك. طبعا الصوص اما ينزل على المكرونه هنلاقي المكرونه فكت وبقت بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هقلبها لغايه ما تختلط ببعض كلها مع الجمبري والخضار.
هنزل بقى بحزمة بقدونس متقطعة صغير بالشكل ده، وهسيب منها جزء بسيط للتزيين في الاخر. هحط عليها كمان عصير ليمونة كاملة، ودي هتكون احسن طريقة ان اخلط المكونات كلها مع بعض. وكده خلصتها. شفتوا ما خدتش وقت ازاي؟ وكمان الطبق جميل جدا، والمكرونه طعمها مش قادره اقول لكم تحفه قد ايه، وخفيفه قد ايه على المعده. بجد لازم تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم. تعالوا بقى نغرفها بقى مع بعض، وهنحط عليها بقى من فوق رشه من البقدونس او الشبت، وهنجرنشها كمان بالليمون. شايفين بقى الجمال؟ بكده بقى يكون وصفتنا النهارده خلصت. عملنا مكرونه بالجمبري بالخضار تحفه جدا. عايزاكم تقولوا لي رايكم في الكومنتات، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو حطوا لايك، واول مره تشوفوا قناتي اعملوا اشتراك او سبسكرايب، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده وسفره ايدي. سلام عليكم.